الوايدين ترى قصدوا في اليوم. نعم عاد فيها يمكن احنا يعني شوف. ودي الغنامي طراها يوم يقول نعم يقول بالضبط. ما حد يبى حد. هذا ناس عمه. هي شو يقول قصيدة فيها؟ عمه. تحضرك القصيدة شو يقول؟ ايه يقول هذه السنة ما حد يبى حد، كل على مابه هبابه، وربع الحمولة كم بيسد في المير ولا في زهابه، وانسار بيصرف وبيكد دون البحر عيزة تركابه، ولا ياما خلني يبان مهتد ولا يعي من الرعابه. قال له حياته بخيت الله يرحمه يا ابو سنيد ذبحت بالسد في السد وتميت لله في مهابه، ما حد بينا يوم انت تقول شيء. لا اله الا تميت لله في مهابه، هي تميت لله في مهابه، خبرك وصل لين صافي الخد اللي ورا الغبه ترابه، يسال عن حالك وينجد ويقول هالشاعر صابه ربع الحموله كم بيسد هو عند حد من السوق دوخه ينهرابه تعميره، وعند الحضيض الحيد مهتد وبيت الشعر يرسخ طنابه. لا اله الا الله. يعني انا تقول هذا دليل ان الشعراء يوصلون ويؤرخون لتجربتهم الشعريه ومجتمعهم وبيئتهم الصعوبه اللي هم فيها يوصلونها. يقول له الحين هو من خلال القصيده يقول له شيء تبي حمامك، يعني انت بتقول احنا ما عندنا شيء. الناس بيجنبونا بيقولون هاي لا والله فقره ولا حد بينا من خلال الابيات هذه. نعم.